القصه دي حرفيا هتغير حياتي. واحد بيقول كان عندي ارهاق وتعب، وبعد كده ابتدى يجيله صداع متواصل. رحت للدكتور وطلب مني اقيس الضغط، وكانت المفاجاه الضغط مرتفع 165 على 100. قال لي لازم تاخد علاج للضغط عشان ينزل، والا حياتك ممكن تتعرض للخطر. فعلا اخدت العلاج وابتديت اتابع الضغط، والحمد لله نزل، بس لسه حاسس اني تعبان ومرهق. الدكتور قال لي خلاص اطمن، انت ضغطك بقى كويس. قلت له بس انا لسه ما رجعتش لطبيعتي. قال لي ان شاء الله هتبقى كويس، بس الموضوع بياخد وقت شويه. بقيت بتابع الضغط، وفعلا الضغط بقى كويس الحمد لله مع العلاج. بس للاسف حصلت مفاجاه تانية غير متوقعه. لما اتخانقت مع واحد زميلي في الشغل دخت واغمى عليا، جابوا له الدكتور يفوقني، قاس لي السكر لقاه مرتفع. تاني يوم عملت تحليل تراكمي لقيته عالي. رحت للدكتور قال لي يا ابني انت بقيت مريض سكر ولازم تاخد دواء، وفعلا استخدمت ادويه السكر والضغط وبداوا انهم يتظبطوا. بس حصلت مفاجاه جديده، عظمي كله وجعني ومش قادر اتحرك حرفيا، والموضوع بيزيد يوم ورا التاني، ويحصل معايا شد عضلي شديد. حجزت عند دكتور عظام، قال لي عندك التهابات شديده في المفاصل والعضلات، هكتب لك حبه مسكنات تريح الالم دي. ايه كميه الادويه اللي باخدها دي؟ قال لي ما انا لازم ادي لك ادويه عشان اريحك من التعب. ابتديت اخد الدواء، وفعلا مع اول يومين كل التعب راح. بعد اسبوع وقفت العلاج، رجع التعب تاني. يا دكتور انا زهقت من الادويه. قال لي ما انت لما هتاخد الادويه دي مزاجك هيتحسن وهتعرف تنام كويس، ساعتها هتتقبل فكره ان انت مريض وبتاخد كل الادويه دي. خدت الحبايه ودخلت نمت، وحلمت ان جالي صداع، ورحت للدكتور قاس لي الضغط لقاه مرتفع. قال لي انت اتعصبت النهارده؟ قلت له ايوه انا مضغوط جدا في الشغل وعندي مشاكل في البيت. وفعلا مشيت على اللي قال، ولقيت الضغط اتظبط وحياتي اتغيرت وصحتي اتحسنت، وما اخدتش ولا حبايه دواء. بس للاسف صحيت من الحلم، وطلع ان كل ده كنت بحلم.